طيب يا جدعان، قبل ما نبدأ بس أنا حابب أقول لكم إن أنا بصور الفيديو ده لتاني مرة عشان أول مرة الصوت طلع مش مظبوط، فظبطونا بلايك واشتراك كده من عندكم. المهم النهاردة هنتكلم عن أقوى وأغلى لابتوب موجود في السوق حاليا، حاجة كده مقفلة اللعبة، في كل اللي أنت حرفيا ممكن تكون عايزه في لابتوب، واللابتوب ده هو الروج ستريك سكار 18 2025. وطبعا زي ما أغلبكم عارفين لما نلاقي كلمة روج أو ار او جي من شركة أسوس يبقى نجهز نفسنا لجهاز من أفخم الأجهزة اللي موجودة عندهم. الحقيقة إن ده باين جدا على اللابتوب من أول تجربة الأنبوكسنج. أنا عايزك تبص بس على البوكس اللي جاي فيه، طب والله يا جدعان يتعلق في النيش. وأكتر حاجة عجباني فيه إنك لما بتفتحه بيطلع لك كده من البوكس كأنك بتفتح علبة مجوهرات بالظبط، وأنا بصراحة بحب الحاجات التافهة دي أوي. طبعا أول ما بتفتح بتلاقي اللاب، وده هنركنه دلوقتي على جنب ونشوف باقي الحاجات اللي بتيجي معاه. أول حاجة عندك باور سبلاي كبير جدا بقوة 380 واط، وكمان معاه جيمنج ماوس من ار او جي، ماوس جيمنج احترافي عشان تاخد أحسن تجربة لعب. وطبعا عندك علبة تانية فيها المانوال والكتالوجات بتاعت اللاب. دي الحاجات اللي بتبقى موجودة جوه العلبة، ولكن انت لو طلبت اللابتوب ده من اسوس هيجيلك معاه شنطة من ار او جي وكمان سماعة جيمنج من ار او جي. يعني بصراحة الجماعة بتوع اسوس مش مسترخصين في اي حاجة، وده هنشوفه اكتر لما نتكلم عن المواصفات. ولكن قبل المواصفات خلينا نشوف تصميم الجهاز. طبعا اول حاجة هتلفت انتباهك وانتباه اي حد لما تشوف التصميم وهو الشريط الكبير اللي موجود ورا. الشريط ده يا جماعة مكون من 9125 لمبة محطوطين جنب بعض، وانت تقدر تخصصهم زي ما تحب. ممكن تكتب اسمك عليهم، ممكن تحط لوجو عليهم، ممكن تحط صورتك عليهم حتى لو عايز. وعندك برضو في الظهر اللوجو بتاع ار او جي، وده بينور ار جي بي. شوف جاي على الكافي، حتى حط لايك بقى. وكمان عشان تجربة الجيمنج تكمل حط لك تحت الجهاز ليد ار جي بي داير ما يدور حوالين الجهاز، ممكن تخصصه بالاوضاع والالوان اللي انت حاببها. يعني انت دلوقتي حرفيا ممكن تعمل سيت اب كامل باستخدام اللابتوب ده بس. وعندك من قدام اللابتوب جايب كيبورد كامل، ودي من اكتر الحاجات اللي الواحد بيحبها في اي لابتوب. وبالنسبة للمداخل الموجودة في الجهاز عندك طبعا مدخل كابل الباور، ومدخل لكابل الايثرنت سرعته بتوصل ل 2.5 جيجا، ويو اس بي اي، ومدخلين تايب سي. وعندك مدخل 3.5 مللي عشان لو هتستخدم سماعة، ودي طبعا من الحاجات الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في أي لابتوب جيمنج. ومن الجنب التاني بقى اسوس سمعت لكلام المستهلكين وزودت مدخلين يو اس بي اي عشان ما تضطرش تجيب هب وتركبه لو انت عايز تزود المداخل مثلا. وجاي مع الجهاز كاميرا فول اتش دي، طبعا دي انت مش هتصور بيها فيديوهات ومش هتستخدمها استخدام اساسي يعني، ولكن هي هتبقى كويسه جدا في مكالمات الفيديو او لو في زوم ميتنج او حاجه زي كده. وكمان بقى عندك ايزي اكسس على اللاب، يعني مش هتحتاج مفكات او اي حاجه، هتفتح ظهر اللاب بضغطة زرار حرفيا. ولما تفتح ظهر الجهاز هتلاقي كل حاجه قدامك. طبعا هتلاقي نظام تبريد قوي جدا جدا مع مكانين للاس اس دي ام دوت 2. وبعد كده هتلاقي عندك مكان للرام واللي ممكن تعمل له ابجريد بنفسك، ولكن انا شايف ان انت مش هتحتاج اي حاجه من دي لما تشوف مواصفات الجهاز. المهم ان انت دلوقتي مش هتحتاج تودي اللابتوب لاي حد بتاع صيانه عشان تزود اس اس دي او تنقص اس اس دي او تشيل حاجه او تحط حاجه. كل ده يا باشا انت هتعمله بنفسك بسهوله جدا. وبما ان احنا فتحنا ظهر اللابتوب فخليني اقول لكم على مواصفات اللابتوب. اللابتوب ده بيجي بمعالج انتل الترا 9 257 اتش اكس. المعالج ده سرعته بتبدأ من 2700 ميجا هرتز لحد 5400 ميجا هرتز، مع 24 كور ومع 24 ثريد، مع وحدة عصبية ام بي يو توصل ل 13 توب. واللي مش فاهم ايه هي الوحدة العصبية ديت، انا برضو ما كنتش فاهم، ولكن بعد البحث والتطوير اكتشفت ان دي حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. يعني من الاخر كده بتسهل وبتسرع عليك برامج الانتاج زي مثلا ادوبي بريمير وافتر افكت والحاجات اللي شبههم. وكمان بتقلل استهلاك الطاقة في اللاب باستخدام الذكاء الاصطناعي. وطبعا بعد كده يجي الوحش الكبير وهو كارت الشاشة. اللابتوب ده جايب كارت شاشة RTX 5090، ولكن طبعا لو قارنا أداء نسخة ال 5090 بتاعة البي سي بتاعة اللابتوب هيبقى الفرق فرق شاسع. فدي نقرة ودي نقرة يا باشا، ده ما ينفعش يتقارن بده. ولكن ده مش معناه إن الكارت بتاع اللابتوب كارت وحش، بل بالعكس أنت بس تتعامل معاه لأنه في لابتوب مش في بي سي. أنا حرفيا متأكد إن لابتوب زي ده هيفلق التجميع بتاعتي اللي ورا دي. وبالمناسبة الفيديو الجاي هيبقى عنها، فلايك واشتراك بقى عشان تشوفوه. المهم نكمل باقي المواصفات. عندك يا باشا 64 جيجا رام من نوع دي دي ار 5 5600، وبيجي ب 4 تيرا بايت اس اس دي ام دوت 2، وشاشه 18 انش ميني ال اي دي، وبطاريه 90 واط. بالنسبه بقى لشاشه اللابتوب فانا حرفيا مش مصدق ان الوصفات اللي انا هقولها دي بتاعت شاشه لابتوب. الشاشه 18 انش ابعادها 2560 في 1600، ميني ال اي دي 500 شمعه، والشاشه عليها دولبي فيجن بيوصل الاتش دي ار ل 1200 شمعه، وده رقم عالي جدا بالمناسبة. وبتيجي بتردد 240 هرتز، والدي سي اي بي 3 فيها بيكون 100%، وده مناسب جدا للناس اللي بتعمل تصاميم وبيهمها الالوان بشكل عام في الشاشة. انتوا متخيلين يا جماعة ان دي شاشة لابتوب؟ انا حرفيا بدور على عيب في اللابتوب مش لاقي، غير طبعا انك ما تعرفش تشتريه. طبعا انا بهزر معاك، ربنا يرزقك باللي احسن منه يا رب. زي ما قلت بيجي بكيبورد كامل، والكيبورد بيكون ار جي بي، والتاتش باد بتيجي بنسبة 36%. ولكن لو ما قضوكش وحسيت انه مش كفاية هتطلع الماوس الجيمنج اللي جاي معاه وهتشتغل بيه عادي جدا. طبعا اللابتوب مش معانا عشان نعمل له اختبارات للجيمنج والبنش مارك، ولكن انا شفت كذا حد عامل له اختبارات. اللابتوب مطلع نتائج ممتازه جدا، حتى في المونتاج مطلع نتائج محترمه جدا، وكانت قريبه جدا من البي سي. كان الفرق بسيط خالص بينه وبين البي سي. فانا بامانه مش لاقي عيوب خالص في الجهاز لحد دلوقتي الا عيب واحد، وهو الوزن.
الجهاز يا جماعه جاي معاه شاحن بس وزنه 800 جرام، والجهاز نفسه وزنه 3200 جرام. يعني انت حرفيا وانت حاطه على ظهرك وماشي هتبقى شايل على ظهرك 4 كيلو، ولكن ده منطقي طبعا نظرا للامكانيات اللي قلناها. انت عندك امكانيات كبيره، هيبقى اكيد عندك الوزن كبير. طيب اللابتوب ده بقى مين يجيبه؟ بصراحه واحد زي حالاتي. يعني انت لو بتسافر كتير، سواء بقى كليه، سواء شغلك بره، سواء بتحب تشتغل من بره، اللابتوب ده هيبقى مناسب قوي ليك، وهو الخيار الاول ليك بالمناسبه. طبعا لو انت معاك الفلوس دي يعني. لكن يا باشا لو انت بتشتغل من المكتب وما بتطلعش كتير، مليون في المية هات PC، خصوصا لان سعر اللاب ده تقريبا كده $5000. انت عارف انت بالسعر ده ممكن تجيب دايو نوفيرا مثلا. بالمناسبه يا جماعه، لو حد لقاني منحاز شويه لللاب ده فده عشان فعلا عاجبني انا، ما تخافوش والله ما حدش اداني فلوس. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو كان خفيف ولطيف عليكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بقى بالاشتراك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.